ومنها الاستشهاد في القتال في سبيل الله، ومنها أيضا الموت بهذه الميتات الشنيعة: الغرق والحرق وذات والسل وذات الجنب، والمرأة يقتلها ولدها في النفاس أو في الولادة ونحو ذلك، الطاعون مثلا. التبسم عند الموت، يعني أنه هل ورد نص عليه أنه من علامات حسن الخاتمة؟ الله أعلم، أنا لا أعلم دليلا على ذلك. لكن المحتضر إذا كان من أهل السعادة فإنه يرى ملائكة الرحمة بيض الوجوه، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فقد يبتسم لحضور الملائكة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. ما هي؟ لا إله إلا الله. الشاهد منه أشرق لها لونه. فإذا قد يتبسم عند حضور الملائكة، وكلمة أشرق لها لونه، لكن كذا نص في التبسم نصا الله أعلم. ونحن نرجو ولا نقطع، هذه القاعدة: نرجو ولا نقطع.